السلام عليكم. بما إن إيران هي حديث الساعة اليومين دول، قُلت أجيب حكاية من إيران، لقيت فيها حكاية غريبة أوي، يعني بجد وصف أغرب من الخيال، قليل أوي على اللي حصل فيها، يعني أنا لحد دلوقتي مش قادر أتصوّر الناس دي عملت كده إزاي، صَلّ على النبي واسمع معايا الحكاية. في مدينة إكباتان غرب طهران، ويا رب أكون بانطقها صح. المهم راجل نازل الصبح بيتمشى بدري، هو عادته إن هو بينزل بيتمشى كده والجو الصبح بدري ما فيش حد ماشي في الشارع، معدي من جنب حاويات قمامة إلا ويلفت انتباهه شنطة سفر في قلب حاوية القمامة، بس شكلها شنطة سفر جديدة محطوطة كده وشكلها كده مغري. الله! إيه اللي جاب شنطة سفر هنا؟ ومين اللي حطها في قلب حاوية القمامة هنا؟ فطبعًا خدوا الفضول، المهم قرّب منها وقام جاي شايلها بيرفعها من حاوية القمامة، بيرفع فيها تقيلة خالص، قال ياه! ده باين فيها حاجة ثمينة كمان، الراجل طمع، المهم نزّلها على الأرض وبيفتح الشنطة، فتح الشنطة ولا المفاجأة، أجزاء من جثة بشرية، لا إله إلا الله! الراجل اتصدم وبلع لسانه وقام جاي مصوّت في الشارع، الحقوني! ما كانش مصدق نفسه، أجزاء بشرية في قلب الشنطة، إيه ده؟ جري، رفع سماعة التليفون وبلغ الشرطة، طبعًا اتقلبت الدنيا وجات الشرطة ولّى الشنطة بتاعة السفر في كمان جنبها أكياس بلاستيك، أكياس زبالة، طبعًا خدوها فتحوها ولّى فيها بقية الأجزاء البشرية، لكن مش كاملة. لمّا الشرطة جات واتمشّت على حاويات القمامة كمان اللي بعدها، ولّى فيها كمان شنطة سفر وفيها كمان شنطة سمرا، المهم جمّعوا بتاع 3، 4 أكياس زبالة على شنطتين 3 سفر، ولّى فيهم جثة بشرية متقطّعة ومتشوّهة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعًا اتقلبت الدنيا وقامت التحقيقات ورجعوا الكاميرات، هاتوا بقى الكاميرات بقى من امبارح والّا من أول امبارح، وراجعوا الكاميرات دقيقة بدقيقة لحد ما يشوفوا مين اللي جه عند حاويات القمامة دي ورمى الشنط دي فيها. المهم خدوا الجثة، طبعًا كانت الأصابع موجودة، فكشفوا على البصمات، والّا تطلع البصمات مطابقة لواحد اسمه بابك خرمدين. مين بابك خرمدين ده؟ ده راجل عنده 47 سنة، طبعًا الوقت اللي بنحكي فيه ده كنا شهر 5 2021، كنا أيام كورونا وأيام الحظر والكلام ده. المهم في الوقت ده كان بابك خرمدين ده عنده تقريبًا 47 سنة، بس ده مش أي شخصية عادية، لأ، ده راجل مشهور، ده مخرج سينمائي، وكمان واخد جوايز عن كذا فيلم قدّمه، وراجل متعلّم برّه، ودكتور جامعي، واخد ماجستير ودكتوراه، يعني محاضر كمان في التمثيل والمسرح والحاجات دي، يعني راجل مش قليل، راجل مشهور. مين اللي عمل فيه كده؟ المهم لمّا رجعوا بقى للكاميرات في اليوم اللي قبله، طبعًا ده كان يوم 15/5/2021، لمّا رجعوا بالكاميرات لليوم اللي قبله يوم 14/5/2021 لقوا إن الشنط دي جابها واحد وواحدة كبار في السن، عواجيز، راجل وست عواجيز، راجل طويل كده ورفيع وعجوز أوي، وست قصيرة شوية عجوزة برضه، وماشيين الاتنين بالعافية، ده جرر الشنط ودي شايلة معاها أكياس، عمّالين بيساعدوا بعض وبيتسندوا على بعض وهُم ماشيين، وجارين الشنط دي اللي فيها الأجزاء البشرية وحطّوها في الزبالة، وهُم اللي حطّوها في السلة، وهُم اللي موزّعينها في الشارع على حاويات القمامة. الله! المهم رجعوا بالكاميرات يشوفوا مسارهم، دول جايين منين وطالعين فين، رجعوا لحد المجمّع السكني اللي طالعين منه، العمارة اللي طالعين منها، وصلوا لحد الشقة اللي نازلين منها، الكاميرات مصوّرة كل ده، مصوّراهم وهُم في الشارع، مصوّراهم وهُم طالعين من المجمّع السكني، مصوّراهم وهُم طالعين من العمارة، مصوّراهم وهُم نازلين من الأسانسير، مصوّراهم وهُم داخلين الأسانسير،
مصوراهم وهم طالعين من الشقة، ولا دول والد ووالدة الضحية، أبوه وأمه، لأن البيت بتاع أبوه. لما سألوا الجيران اللي في العمارة ووروا لهم التصوير والشخصيات، أكدوا إن ده والد بابك ودي أم بابك. والد بابك اسمه أكبر خرمدين، ده راجل عجوز ضعيف مريض عنده 81 سنة، ودي ست عجوزة كهلة عندها 74 سنة، والاتنين أصحاب أمراض. يعني أكبر خرمدين ده راجل بيعاني من مرض السرطان، ربنا يحفظنا ويحفظكم، والست مراته برضه بتعاني من أمراض الشيخوخة، ناس عواجيز قوي، ودول أبو وأم الضحية. إيه ده؟ مالهم ومال الكلام ده؟ هم بنفسهم بيوصلوا الأكياس والشنط اللي فيها الجثة البشرية للقمامة. المهم دخلوا لهم الشقة، خبطوا عليهم ودخلوا. انت أكبر خرمدين أبو بابك؟ أيوه أنا، اتفضل. انت الست أمه، أم بابك اسمها إيران موسوي، هي اسمها كده إيران، إيران وعايشة في إيران. يا حاج أكبر، ابنك بابك فين؟ على طول كده. ابني، ابني لا ما اعرفش، هو اصلا بيطلع وبيقعد بره وبيغيب وانا ما اعرفش عنه حاجه. تمام. وانت يا ست ايران ابنك فين؟ تعرفي هو فين؟ ابني لا ما اعرفش، انا ما شفتوش وما جاش واتلخبطت. الظابط قال لهم بقول لكم ايه، عشان ما نقعدش بقى نلف وندور على بعض، ابنكم اتقتل وجثته متقطعه ومرميه في الزباله، وانتوا بايديكم الكاميرات جايباكوا وانتوا حاطينه في اكياس وشنط ونازلين بيه لحد الزباله وحاطينه فيها، عشان ما نألفش على بلاطه كده. انتوا عملتوا ايه في ابنكم؟ وايه اللي حصل؟ الراجل قال بس خلاص انا لا هلف ولا دور، هم عارفين كل حاجه واكتشفوا كل حاجه. الراجل العجوز اكبر خرندين قال له ابني احنا قتلناه. ايه؟ قال له ايوه قتلناه. الكلام ده صح يا ست ايران؟ ابني قتلته؟ الست قالت خلاص بقى ما فيش، قالت له ايوه قتلناه. لا حول ولا قوه الا بالله. اكبر خرمدين ده كان راجل عسكري في الجيش، قضى فتره كبيره ايام حرب العراق وايران، ليه قعدت تقريبا 9 سنين 10 سنين، وده كان على الصفوف الاماميه في الجبهه. فراجل عسكري ومحارب لمده سنين، هناك بيوصفوه بانه قومي، عنده نزعه قوميه وعصبيه جامده، اللي هو مفيش يوم مرحميني، قلبه من الاخر ميت وقلبه شديد. ده اختصارا كده للراجل اللي اسمه اكبر ده. وكذلك في المثل بيقول لك من عشر الأم صبح منهم، فمن العشرة مراته أصبحت زيه. المهم عندهم من الأولاد 4 ولدين وبنتين، عندهم بابك اللي هو اللي اتقتل ده، وولد تاني اسمه أفشن، وعندهم بنتين أرزو وآزر. يا رب أكون بنطق الأسامي صح. يبقى ولدين أفشن وبابك، وبنتين أرزو وآزر. تمام؟ تمام. عملت في ابنك كده ليه يا عم أكبر؟ قال لهم ابني ده أخلاقه بايظة وفاشل، ووصل بقى عنده 47 سنة ولحد دلوقتي ما اتجوزش. أجوزك يا ابني؟ لا. يا ابني اتستر وكمل نص دينك؟ لا. ومعاملته وحشة معايا ومع أمه، وبيضرب أمه وبيشتمها وبتعصب علينا. كل ده كلام الراجل. تمام. وإيه تاني؟ قال له وبيشرب ممنوعات وبيشرب كحوليات، كل ده في البيت. تمام. وايام كورونا، ما الفتره دي كانت فتره كورونا، فاحنا قلنا بابك ده راجل محاضر ماجستير وبيدي محاضرات في الجامعه، فاصبحت المحاضرات اونلاين، ففي بعض الطلبه بيجوا عنده البيت بيدي لهم دروس في البيت. فكان معظم الطلبه دول، بل كلهم، ده كلام ابوه، من البنات. فكان البنات بتجيله
بيقعدوا معاه في غرفته على أساس إن هو بيدرس لهم، وطبعًا أمه كانت بتخدِّم عليهم وبتعمل لهم مشروبات وبتعمل لهم أكل وكلام من ده. دوًّا طبعًا كان بابك هو اللي بيخلّيها تعمل كده، هو اللي كان بيرغم أمه إنها تعمل لهم كده. المهم ده برضه كلام أبوه، وإن هو في الأوضة دي لمّا كان بيقعد مع البنات ده كان مش بيدرس لهم، لأ، كان بيعمل معاهم أفعال محرمة. طبعًا أبوه من كل الكلام دوًّا استشاط منه غضبًا وما يرضيهوش الكلام ده، إحنا قُلنا ده راجل عسكري، راجل straight ما عندوش لا يمين ولا شمال، إذا ما مشيتش عدل ها. فتقريبًا هو ده اللي حصل. المهم والراجل طبعًا قال له: "طب يا ابني طب اطلع، طب أجيب لك شقة، أبيع لك عربيتي وأجيب لك شقة واقعد بعيد عننا." أبدًا، بابك ما رضاش أبدًا إن هو يمشي ويسيب أبوه، ومشاكل وخناقات وابن عاق، ده طبعًا كُلّه كلام السيد الوالد، كلام الراجل العجوز أكبر اللي عنده 81 سنة. فهو شاف إن الحل الوحيد إن ابنه يختفي من حياته، فدبّر لموت ابنه، دبّر لقتل ابنه، بالاتفاق مع مراته الست إيران. عملوا إيه، جابوا حبوب منوّمة وخلّى إيران تعمل الأكلة الجميلة اللي بيحبها بابك. إيه هي الأكلة الجميلة؟ بابك بيحب الفراخ المسلوقة في الشوربة، يحب الشوربة يموت في الشوربة. قال لها: "باقول لِك إيه، اعملي له الأكلة اللي بيحبيها خلّينا نخلص منه." عملت له فراخ بالشوربة، والمعلم أكبر جاب الحبوب المنوّمة، جاب علبة كاملة، 3 شرايط، شوفوا بقى كل شريط فيه كام حباية، علبة كاملة هرسها في الشوربة منوّم، وحطّها لبابك، وحطّها في الشوربة، مستني المعلم بابك ييجي بالليل ياكل. المهم الراجل ومراته اتفقوا وجهّزوا الدنيا واستنوا بابك ييجي. بابك لمّا جه من برّه كان جاي متأخّر شوية، جاي بقى المفروض جعان وهياكل، قامت خناقة بينه وبين أبوه، شَد وجذب وديب بديب. المهم حصلت مشكلة، قال له: "والله ما واكل." أمه تقول له: "طب يا ابني طب كُل طيب، أنت اتخانقت وبتاع بذلت مجهود، كُل ماله الأكل ومال الزعل والخناق." قال لها: "ما تزعلش على الأكل يا ضنايا، أسخّن لك أكل وكُل." "لا، لأ، مش واكل والله ما واكل." لا حول ولا قوة إلا بالله، بهذه الخطة، وقام جاي داخل نايم. طب مش يرجعوا بقى يعني كنت على وشك إن أنت تعمل حاجة وحشة في ابنك، خلاص بقى ارجع لورا، خُد خطوة لورا كنسل. لأ، قال لها: "خلاص شيلي الأكل حطيه في التلاجة بُكرة هياكل." وقام جاي شايلين الأكل محتفظين بيه لحد تاني يوم. قام المعلم بابك من النوم جعان والشوربة في التلاجة، هو هيموت في الشوربة، قام جاي واخد الشوربة، قام جاي مسخّن ومتوكّل على الله قاعد على السفرة وقاعد بقى بسم الله والأكل جميل. أمه بتقول: "خلّص حلية الشوربة كلّها." أنا ما كنتش مصدّقها أول مرّة، وقال لها: "ما فيش تاني؟" قالت له: "ما خلاص خلصت، المرّة الجاية بقى إن كان لكم عُمر." لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم نُص ساعة وبابك خلاص جات له غيبوبة نوم، نام، راح في النوم خالص، ما عادش داري بنَفْسه. قام أبوه وأمه الناس العواجيز مقعّدينه على كرسي ومربّطينه إيدين ورجلين وحطّوا على دماغه كيس بلاستيك أسود عشان ما يشوفوهوش، والراجل مسك السكينة وفضل يطعن فيه في صدره وفي رقبته لحد ما أنهى عليه، أنهى حياته. وبعد كده قام جاي مفكّه، قام جاي واخده على الحمّام، هو الراجل عجوز هو ومراته، هو الراجل مسك سكينة والست مسكت سكينة، وكل واحد بيقطّع في يمّة، رجلين، على إيدين، على دماغ، قطع، ما خلّوش فيه حتّة سليمة. قام جاي مصفّيين دمه في الحمّام، وبعد كده عبّوه في أكياس 4، 5 أكياس بلاستيك على شنطتين 3 سفر عشان يبقى خفيف عليهم في الشيل، وقام جاي واخدينه بالليل نازلين بيه ركّبوه في الأسانسير بكل هدوء كده بالراحة، وقام جاي نازلين بيه على حاويات الزبالة، رموه هناك، بقوا يوزّعوه. أنا مش عارف إيه القلب ده سبحانك يا رب، إن راجل وست يعملوا في ابنهم كده مهما كان عاق، يعني سبحان الله على القلب. المهم خلصت حكايتنا؟ ما خلصتش، إيه لسه تاني، لسه في بلوى.
الراجل جابها على بلاطة، فالضابط بيقول له: "أنت جالك قلب تعمل في ابنك كده؟" قال له: "أيوه يستاهل." لإنه كان قليل الأدب، زيه زي جوز أخته في 2011 من 10 سنين، عملت في جوز أخته كده برضه. قال له: "إيه؟ تاني كده؟ بتقول إيه؟" قال له: "جوز أخته، جوز بنتي أرزو، كان زيه كده حاله مايل وعيّل شمال وبتاع شُرب ومبهدل البيت، برضه عملت فيه كده، قتلته وزتّته في الزبالة، ما عنديش ياما ارحميني." قال له: "يخرب بيتك أنت بتقول إيه؟ أنت عارف أنت بتقول إيه؟ أنت قتلت واحد تاني؟" قال له: "أيوه." ما هو الراجل قال بقى: "خلاص بقى، ما كده أنا قتلت ابني وعارفين وجابوني، أقول بقى." قال له: "بالراحة كده واحدة، واحدة، أنت عملت إيه؟" قال له: "في 2011 بنتي أرزو كانت متجوّزة واحد في الأول وبعد كده طلّقها، وبعد كده اتجوّزت واحد تاني، الواحد التاني ده كان قريبي ابن أختي اسمه فرامرز، ده كان مطلّع عينين البت ومبهدلها وعيّل بتاع شُرب وحكايات وعيّل مايل وطايش ويضربها ويبهدلها، ودايمًا كانت تشتكي منّه وأنا أقعد أنصح فيه: يا ابني اتعدل، يا ابني عيب، يا ابني أنت راجل صون بنات الناس." وهو أبدًا مايل. لمّا غلبت فيه كلّمته في يوم قُلت له: "باقول لك إيه." طبعًا في اليوم ده كانت بنتي كلّمتني قالت لي ضاربني ومورّمني ومطلّع عيني، ودي طبعًا ما كانتش أول مرّة، كانت المرّة ال100. قُلت: "لا، لا، 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 والله ما هاسيبه." قمت جاي رافع السماعة عليه قُلت له: "فرامرز تعالَ يا حبيبي عايزك." قال له: "خير يا عم." قال له: "خير إن شاء الله بس تعالَ." المهم جه حطّينا له منوّم في العصير لحد ما نام، خدناه نفس الحكاية اللي عملناها في بابِك عملناها في ده، طعنّاه وقطّعناه وكيّسناه ورميناه في الزبالة. وما حدش عرف عنّه حاجة، الكلام ده كان في سنة كام؟ كانت في سنة 2011. لمّا أهله سألوا عنّه اللي هم قرايبه، قرايب أكبر، قال لهم: "ما أنتم عارفين إن هو بتاع حوارات وبتاع ممنوعات، ده هتلاقيه طلع يقضي ممنوعات من اللي بيشربها ديًّا، وأكيد اختلف مع عصابة والّا حاجة، ضربته بالنار موّتته وما جاش ولا حد سمع عنّه حاجة، شوفوا بقى استنوه ييجي والّا." المهم الراجل كَلهم في الكلام. وهُم أهله، أهل فرامرز دوًّا كانوا عارفين إن هو عيّل تعبان وبايظ، وبرضه بتاع شُرب وحوارات، وكان ليه حوارات قبل كده ومشاكل وعصابات، فلمّا اتقال لهم الكلام ده راح يقضي ممنوعات ومثلًا مسك في عصابة، فعصابة موّتته، خلاص ما خدوش في الكلام، المهم إيه، قالوا هييجي يوم والّا 2 والّا 3 ولمّا غاب خالص هُم ما سألوش، وراحت قضية فرامرز على كده، اترمى في الزبالة وجات عربيات الزبالة خدته واتشال، بقى له 10 سنين ما حدش يعرف عنه حاجة. طي الكتمان والنسيان. قال له: "يعني أنت كده" الضابط بقى، قال له: "يعني أنت كده قتلت 2، قتلت ابنك وابن أختك ده والّا ابن أخوك؟" قال له: "آه، قتلت 2، ابني بابِك وقريبي دوًّا جوز بنتي، الاتنين موّتّهم بنفس الطريقة." قال له: "يا صلاة النبي." جات السِت وهي واقفة، إيران مراته، إيران برضه كانت شريكته في قتل فرامرز ده، الاتنين واخدينها مقاولة، ما يعرفوش يحترفوا من غير بعض الاتنين. المهم قالت له: "طب ما تقول له كمان على أرزو." الضابط قال لهم: "إيه تالت؟ أرزو مين؟" قالت له: "أرزو بنتنا." "أرزو بنتكم؟ اللي هي مرات فرامرز اللي أنت قُلت عليه موّتّه؟" قال له: "آه." "مالها هي فين هي دي؟" قال له: "ما إحنا موّتناها هي كمان." "الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم، موّتت مين؟ موّتت بنتك؟" قال له: "أيوه هي كمان موّتناها في 2018." يا نهار أسود! "موّتّها إزاي؟ قُل، قُل ده إحنا مش هنخلص منّك النهارده." قال له: "بنتي ديًّا كانت شاهدة على جريمة قتل جوزها، يعني كانت تعرف لمّا كنت باموّته أنا وأمها كانت هي واقفة وشاهدة وعارفة اللي إحنا عملناه، وهدّدتها عشان كده سكتت وما اتكلمتش، لكن بعدها بفترة حالها مال، يعني أنا موّتت جوزها في 2011 هي بقى موّتاها في 2018، في الفترة دي فترة ال7 سنين دي حالها مال واتشقلب وبقت خربانة وبايظة وبتشرب وبتسهر وبتعمل الحرام كمان، عشان كده الحال ده ما يرضينيش، وقعدت أنبّه فيها وأعدلها وأكلمها وأزعّق لها وأضربها ما اتعدلتش، عايزني أعمل إيه؟ موّتّها خلصت منها، غسلت عاري، نفس الكلام نيّمتها وقتلتها وقطّعتها وفي الزبالة على طول.
إمم. لا والله. قال له: "أيوه." طب واخواتها ما سألوش عليها؟ وأهلها ما سألوش عليها؟ قال له: "لأ." اللي كان بيسأل كنت باقول له إنها سافرت لتركيا، كنت باقول إن جوزها ظهر في تركيا، فهي سافرت له عشان تعيش معاه، وبالفعل في ناس كتيرة صدّقت بما إن جوزها كان غايب بقى له فترة، فقُلت لهم إن إحنا جالنا أخبار إن هو في تركيا، لمّا قُلت لهم إن مراته اللي هي بنتي أرزو سافرت ليه تركيا، الناس صدّقت، قالوا يبقى هُم الاتنين مع بعض في تركيا. شوف الراجل وتفكيره، لا حول ولا قوة إلا بالله. الضابط قال له: "ها قتلت حد تاني؟" قال له: "لأ خلاص." قال له: "أنت متأكد؟ أنا شاكك فيك، تكون موّتت حد تاني وناسي، دَوّر كده افتكر كده، افتكر يا عم أكبر، افتكر يا سِت إيران والنبي، في حد تاني موّتوه؟" قالوا له: "لأ خلاص بقى كفاية على كده بقى." "طب كنتم بتخططوا تموتوا حد تاني؟" تتخيلوا الراجل يقول له إيه؟ قال له: "أيوه." "أيوه مين؟ كنت عايز تموت مين تاني؟" قال له: "أختها اسمها آذر." وبالفعل لمّا جابوا بقى آذر وأفشين اللي هُم الاتنين الباقيين، ما هو بابك وأرزو اتقتلوا، اتبقى مين؟ أفشين ده متزوج وقاعد لوحده بعيد عنهم وشاري دماغه من أبوه وأمه، لإن أبوه راجل شديد، وآذر نفس الكلام، آذر قالت: "أيوه، أبويا والله كان بيهددني بيقول لي إن ما اتضبطتيش وما اتعدلتيش وكان دايمًا يهددني بالقتل، وكنت بالذات كل أمّا أسأل على أختي أرزو يقول لي ما لكيش دعوة ولا تجيبي سيرتها خالص." إن عُدتِ تجيبي سيرتها هاموّتِك، فأنا والله كنت شاكة فيه، وأخويا ده بقى كلام مين؟ ده كلام آذر، بتقول أخويا بابك لمّا جِه من لندن ما هو بابك كان مُخرِج وكان بيدرس في لندن، لمّا جِه من لندن واستقر بقى الفترة الأخيرة، فكان بيسأل على أخته أرزو اللي هم قتلوها وقالوا سافرت، فكان دايمًا بيسأل عليها يقول لهم سافرت إزاي، راحت تركيا إزاي، فكان يقعد يسأل عليها كتير أوي، وجه في الفترة الأخيرة كان بيقول إن هو عايز يشوف طريقة يرجّع بيها الكاميرات. فتقريبًا كده أبوه قال يخلص منّه بالمرّة، يعني قال لك بقى إيه عيّل فاشل وأخلاقه بايظة وكذا، 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 ده على كلام أبوه، أبوه هو اللي كان بيقول الكلام ده، وعايز يفتش ورايا ويقول كاميرات ومش كاميرات، لأ يبقى إيه نخلص منّه هو كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعًا في النيابة وفي المحكمة لمّا بيسألوا الراجل أكبر بيقولوا له: "يعني أنت مش ندمان طيب إن أنت عملت كده في ابنك وبنتك وجوز بنتك وبهدلت الدنيا؟" قال لهم: "لأ مش ندمان، ده أنا كده ارتحت." يا راجل! أيوه. أنا كده ضميري مرتاح، وأنتِ يا سِت إيران جالِك قلب تعملي في ابنِك كده إزاي؟ أنتِ ضميرِك مرتاح كده؟ أنتِ قادرة تنامي، أنتِ قادرة تعيشي؟ قالت لهم: "آه، أنا كده ضميري مرتاح وأنا كده كويسة." يا نهار أسود عليكم! لآخر يوم في حياتهم. المهم اتحبسوا واتحاكموا، الراجل بعد أول جلسة جات له أزمة قلبية واتوفى، الراجل اللي اسمه أكبر ده كان عنده 81 سنة كهل عجوز ومريض، أمّا السِت إيران عاشت. وخدت حكم تقريبًا 3 سنين ونُص، وأظن هي تقريبًا دلوقتي أُفرج عنها، بجد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قضية وحكاية من الغرائب، يعني أب وأم من عالم موازي، عالم آخر خالص ما يعرفش حاجة عن الأبوة ولا عن الأمومة، ما فيش، ده إيه ده؟ يعني أنا أفتكر أقسم بالله يعني أبويا ربنا يديك الصحة يابا ويشفيك ويعافيك، لمّا كان بيضربني وأبقى أنا غلطان واستاهل الضرب، بعد ما يضربني والله أشوفه قاعد بيبكي والدمعة نازلة من عينه، قيس خلسةً كده أكتشف إن هو إيه، الدمعة نازلة من عينه، فكان هو يداري، بعد ما يضربني يزعل عليّا، أقسم بالله، ربنا يخليك ليّا يابا ويشفيك. ف فربنا يشفي أبّاتنا وأمهاتنا ويرحم اللي اتوفى منهم برحمته. دي كانت حكاية من إيران أغرب من الخيال فعلًا زي ما بيقولوا. بخصوص موضوع إيران يا جماعة، ما باحبش أتكلم في السياسة، بس يعني الوضع اللي هي فيه دلوقتي بيفكّرني بحاجة زمان كنا قريناها في التاريخ، كانت في حاجة اسمها الحملة الصقلية. زمان في البحر المتوسط فوق شمالًا كده في اليونان كان في كذا مملكة أو كذا قوة، اللي هو أثينا، على صقلية، على سبارتا،
فكانت كل واحدة فيهم بتحاول تفرض قوتها على التانية، فكانت أقوى قوة فيهم ساعتها هي قوة أثينا. أثينا دي كانت هي ملكة البحار، عندهم أكبر أسطول بحري في الوقت ده، اللي هم زي الجماعة اللي عندهم طيارات دلوقتي، هم لأ كان عندهم الأسطول البحري، وقتها كان بيبقى اللي ماسك البحر، ماسك اللي عنده أسطول بحري كان بيبقى هو القوي. المهم قررت أثينا القوة الأحادية في العالم في الوقت ده إنها تسيطر على جزيرة صقلية، عشان عايزة تسيطر على الموارد الاقتصادية بتاعتها. جزيرة صقلية كان عندها ميناء بحري اسمه سيراكيوز، دون كان أهم ميناء في العالم. فآسينا غرتها قوتها، فعايزة تسيطر على الميناء ده وعايزة تسيطر على جزيرة صقلية، فجهزت حملة عسكرية ضخمة وجيش جرار كان تقريبا يعني يقال أكتر من 100 سفينة، طبعا السفينة كانت بحجم بلد، أكتر من 100 سفينة وعشرات الآلاف من الجنود راحوا. كان الكلام ده 413 أو 400، كان 413 قبل الميلاد. الحملة دي استمرت سنتين من 413 ل415 تقريبا، أيوه. المهم هدف الحملة إنها كانت تسيطر على الموارد بتاعة صقلية وتوسيع النفوذ في البحر والسيطرة على طرق التجارة. طبعا صقلية كانت حليفة إسبرطة، فكانوا عايزين يسيطروا على حليف سبارتا ويكسروا سبارتا. سبارتا كانت عاملة زي الصين كده، فكان لها حليف في البحر كان اسمه صقلية، فهم عايزين يسيطروا على صقلية. طبعا يعني أسقطوا الأحداث على اللي بيحصل دلوقتي، ويسيطروا طبعا على الموارد الاقتصادية من زراعة ومعادن وأخشاب. كانت بلد جزيرة فيها خير، خير جامد جامد يعني، بالإضافة لموقعها الجغرافي، يعني موقعها الجغرافي في البحر المتوسط كانت طرق التجارة العالمية كلها بتعدي من عليها، فهم عايزين يحطوا ايدهم عليها بالقوة كده. ما هي أسنا بقى فردة نفسها عندها طيارات اف 35 لا يعني قصدي عندها سفن وبحارة والقوة المهيمنة في العالم أغرتهم قوتهم يعني. المهم جهزوا الحملة الكبيرة وبتاع. الحملة دي قعدت سنتين، لكن صقلية قاومت بشدة، وميناء سيراكيوز اللي هم قالوا هيسيطروا عليه ده ماشي كان أهم مكان فيهم زي جزيرة خارجة. المهم يعني قالوا هيسيطروا على سيراكيوز، وبالفعل عملوا إنزال فيه وبتاع، لكن فضلوا سنتين عالقين في الوحد، فعلا في الوحد، لدرجة إن الحملة دي دمرت الأسطول البحري بتاع أثينا اللي هو كان لا يقهر، اتدمر بالكامل عن بكرة أبيه. 3/4 الجنود اتقتلوا. القادة، أهم القادة العسكريين التاريخيين لأثينا كانوا 3 قادة. القادة اللي هم الرؤساء، إيه اللي حصل لهم؟ واحد اتقتل والاتنين التانيين اتأسروا، يعني موت وخراب ديار. المهم الحملة دي قعدت سنتين وانتهت بفشل ذريع لأثينا، ودمار قوتها البحرية، ودمار نفوذها، واختفائها. وبعد 10 سنين في 404 تم القضاء على أثينا نهائي، ودي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، قرار عسكري خاطئ. في الحملة اللي خدوها دي قعدوا سنتين فيها اتدمروا، وبعد 10 سنين تم القضاء على أثينا نهائي. فالمؤرخين العسكريين بيذكروا الحادثة دي مثال للغطرسة والتوسع الزائد، وإن أنت تروح تعمل حروب بعيدة وفي أماكن بعيدة وتغرك قوتك، لكن من غطرستك تقع، وعايز تتوسع تقوم تنكمش وتندثر وتنضحل. أنا حكيت لكم الحكاية دي عشان تحاولوا تطبقوها على اللي بيحصل اليومين دول. هذا والله أعلم. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.